معاهدة كامب ديفيد، اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل بقالها 48 سنة، ومع ذلك الغالبية العظمى للشعب المصري ما يعرفوش بنودها ولا مهتمين يعرفوها أصلا، لأن غالبية المصريين شايفين إن إسرائيل هي العدو الأول لمصر ولجميع الدول العربية. ولو اضطر الشعب المصري إنه يختار بين أي حاجة أو الكيان المحتل، هيختار يقف جنب أي طرف تاني، وكذلك باقي الشعوب العربية. وده اللي خلى الشعوب العربية تنبهر بعبد الناصر، علشان صوته كان عالي ضد الكيان حتى لو ما عملش حاجة ضدهم يعني. أيها الإخوة، لن نقبل بهذا الأمر الواقع ولن نسكت ولن نلين، فإما انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وإما القتال المستمر. ليس في هذا الموضوع سياسة، ولا يمكن أن نتكلم في هذا الموضوع كلام سياسي فيه مداورة. إنه موضوع أرض، موضوع وطن، موضوع شرف، موضوع حياة. بالنسبة للمصريين فالموضوع ده ليه خصوصية أكبر لأسباب كتيرة جدا، زي الترابط الوثيق بين مصر وفلسطين ومشاركة مصر في حرب 48، ده غير اختلاط الأنساب وتداخل العائلات بين المصريين وأهل فلسطين. غزة أصلا لحد سنة 67 كانت تحت حكم مصري، ورفح لحد النهاردة نصها مصري ونصها فلسطيني، وده كله طبعا غير المجازر اللي عملها الاحتلال في مصر زي مذبحة شكيد ومذبحة بحر البقر. مذبحة بحر البقر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية واستهدفت مدرسة ابتدائية في مركز الحسينية بالشرقية، وأسفر الهجوم الغاشم عن استشهاد 30 طفلا وإصابة 50 آخرين وتدمير مبنى المدرسة تماما. من زمان لو عايز تكره الشعب المصري في أي شخص، قول له إنه داعم للكيان أو حتى في عمار بينه وبينهم بأي شكل، وده اللي استغلوه مع الرئيس الراحل محمد مرسي علشان يقللوا من شعبيته. برامج وحلقات ومقالات وقصص طويلة عريضة علشان رسالة رسمية مكتوب في آخرها عزيزي بيريز. بالرغم ان الدباجة دي شيء طبيعي جدا في المراسلات الرسمية، لكن تم استغلال الموضوع ده بشكل قوي جدا لتشويه صورته، وانهم يخلوا المصريين يكرهوا اول رئيس مدني منتخب. كل المرسي اللي برنامجه بيقول نحن نحمل الخير لمصر، بنقول له انت ما جبتش اي خير لمصر. رسالتك امبارح شمون بريز كانت رسالة مخزية. وبعيدا عن السياسة خالص، الفن المصري كمان فهم سيكولوجية المصريين ضد الكيان كويس جدا. لو ضفت قضية فلسطين أو مشهد واحد ضد الكيان في الفيلم أو المسلسل، يبقى العمل الفني جماهيريا هينجح، لأن الشعب المصري بكل طبقاته الاجتماعية بيكره الكيان ده من كل قلبه. أيام حلقات رأفت الهجان كنت وقت عرض المسلسل تلاقي الشوارع فاضية كأن مصر بتلعب في كاس العالم، وبعدها فرقة ناجي عطا الله وإعدام ميت ومهمة في تل أبيب والحاد ولاد العم وزمارة عصام السقا. وحتى الأغاني الشعبية لما اتحط فيها كره إسرائيل، الأغنية كسرت الدنيا لأنها عبرت بوضوح عن شعور الشعب المصري: أنا بكره إسرائيل، أنا بكره إسرائيل، بكره إسرائيل. وحتى في الرياضة الناس دابت في غرام محمد أبو تريكة بسبب تيشيرت دعم فلسطين، والأولتراس كانت هتافاتهم مليانة دعم للقضية ومناهضة للكيان. ولما السيسي منع الألتراس والسياسة في الملاعب، الأمن قبض على شاب عشان رفع علم فلسطين في المدرجات، لكن الجماهير رفضت ده بوضوح في نفس اللحظة. المصريين زمان طاروا بمحمد صلاح في السماء لما غاظ لعيبة مكابي تل أبيب وجماهيرهم وهو بيلعب في بازل، وبقوا بيشجعوا بازل ضد أي حد. لكن في حرب الإبادة الأخيرة لما طلع صلاح وقال إن كل الأرواح مقدسة، الناس هجمته وشافت إن ده مش حياد ولا إنسانية، لكنه تواطؤ في الإبادة ودفاع عن الكيان المحتل. وده مش موقف سياسي، ده شعور متجذر في وجدان الناس. الشعب المصري كان ولا زال وهيفضل بيكره إسرائيل مهما كانت الظروف، وأيا كان مين الطرف اللي ضد الكيان ومين متحالف معاه، فالأكيد إنه الشعب المصري عمره ما هيكون في طرف فيه إسرائيل.